السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة. ربنا يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. فضلا وليس امرا، بالله عليكم ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك، وجزاكم الله كل خير، وربنا يكرمكم ان شاء الله يا رب، اللهم امين. النهاردة هنعمل مع بعض تخزين السبانخ. استني يا كوكا. هنخزن مع بعض السبانخ. ايوه زي ما انتي بتقولي كده. تعالوا قولوا لهم حطوا لايك. اهي على طول تقف كده، حطوا لايك. حطوا لايك. قولوا لهم حطوا لايك. قولوا لهم حطوا لايك. حطوا لايك، اشتركوا في القناة. قولوا لهم منشان خاطر اشتركوا في القناة. قناة. حتى رجوا ملغمتها نفسها. طبعا استني يا كوكا بقى لو سمحتي بعد اذنك. ايوه. النهارده هنعمل تخزين السبانخ. السبانخ طبعا في ناس بتعملها وبتحطها على البخار او زي اللي بتسلقها كده، بس بتكون فاشله جدا. يعني انا جربت الطريقه دي تحفه، جربتها السنه اللي فاتت. اول سنه اعملها كان السنه اللي فاتت، بس يعني علشان عندي زوجي بيحب السبانخ جدا، فعشان كده ايه حبيت ان انا اجرب التخزين. فالحمد لله نجحت، والحمد لله كانت طريقة كويسة يعني. فهنا احنا جايبين السبانخ. انا بعمل ايه بقى؟ بجيب السبانخ وبنقي طبعا منها الوحش، اكيد انتوا طبعا عارفين. ونقعتها في مية وغسلتها كويس جدا. بصوا اصلا عاملة ازاي، ما شاء الله تبارك الله. فنقعتها كويس جدا وفي الميه، علشان بيكون فيها رمله وبيكون فيها طين هنا كده. هتنقعوها في الميه وبعدين تغسلوها كويس قوي. وبعدين بعد ما بغسلها وبشطفها كويس قوي بحطها كده بعيده عن الميه في مصفى تصفي الميه اللي فيها. انا عايزاها ناشفه وما فيهاش اي ميه خالص. طبعا بعد ما بتنشف دي اهم حاجة فيها، ان هي المية اللي فيها تكون ناشفة تماما وما يكونش فيها مية خالص، يعني ما تكونش بتشر مية بمعنى اصح. وبعدين طبعا هنخرطها مع بعض. هنخرط مع بعض طبعا، كلكم عارفين التخريط يعني، فهنخرط ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده خرطناها. هنجيب مع بعض بقى ايه الاكياس بتاع التلاجة بتاعتنا، الاكياس الشفافة العادية دي، وهنبتدي نحط فيها الكمية اللي احنا عايزينها على قد الطبخة بتاعتنا. امسكي كده يا بدانا، امسكي كده. طيب هبقى احطه في كيس. طبعا هي مش الكمية دي بس اللي انا كنت هعملها، مش دي بس. طبعا انا كنت مخرطة هنا في الطبق هنا الكمية بتاعتي، فهعبي بقى ايه، اكمل باقي الكيس بتاعي وهخلص تعبية اكياس وهرجع لكم تاني. كده احنا خلصنا الاكياس بتاعتنا وغلفناها. فهنا احنا عشان نقفلها، فطبعا اللي عنده مكنة بيقفل بيها الاكياس طبعا يا ريت، ويبقى الافضل. كده هنعمل الكيس كده ونحاول نخرج منه الهواء خالص. طبعا احنا مش هنخرجه كله اصلا، مش هنقدر يعني. اه هنتني الحرف ده كده. هنا حاطين سكينة على النار. طبعا دي امكانيات يعني، مش هنقف يعني على حاجة. وهنبتدي نلسع الكيس كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده.
وبسم الله ما شاء الله، والكيس اتقفل. ونحط السكينة تاني علشان نخلص الكمية بتاعتنا. واحنا هنقف على حاجة؟ احنا مش هنقف على حاجة، هنوزع الكمية كده. استني يا كوكا، استني استني بقى، استني يا ماما. اه هنوزع الكمية كده اهو في الكيس بتاعنا. يا بنتي استنى، الله يهديكي، استنى. ونخليه متساوي وكله قد بعضه. بصوا اتقفل اصلا ازاي، احنا قافلين من الجنب ده. بصوا اهو. ونضغط تاني ونطلع الهواء المتبقي يعني، نركنه ونجيب واحد تاني نعمله مع بعض. بس يا كوكا، بس لو سمحتي. وزعنا. كوكا كانت عامله قلق، ماسكه الحامل، عامل زي الشجره، عماله تهز فيها كده. برضو خرجنا الهواء وتنينا حرف الكيس كده. هنجيب السكينه، بسم الله، بسم الله. نبتدي نضغط عليه كده. طبعا احنا لو سحبنا، انا قبل كده اللي هو ايه، سحبت الكيس كده ما عملش. عن طريق خبرتي يعني اقعد اطبطب عليها كده بالسكينه لما ايه تلم مع نفسها. وكده الكيس اتقفل معايا ان شاء الله كويس اهو. واوزع فيه الخضار كده. طبعا انا ما بعملش الخضار لان الخضار معايا طول السنه، فاللي بعمله هو السبانخ بس يعني. نخلص الكميه اللي عندنا ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي خلصنا كل الكميه اهي وفرزناها. عايزه اوريكم حاجه قبل ما انهي الفيديو. ده كيس انا كنت مفرزاه اهو، واتفتح مني بالصدفه يعني، جبته من الفريزر. بصوا عامل ازاي، مش مهري، السبانخ مش مهريه وما شاء الله. بصوا لما التلج فك منها اكنها والله لسه طازه، ما فيهاش اي غلطه خالص اهو. اهم حاجه تصفوا منها الميه كويس، اهم حاجه ان انتوا ايه تغسلوها برضو كويس وتصفوا منها الميه كويس. ثواني يا كوكا. وان شاء الله الطريقه تعجبكم وتنور رضاكم، احسن من ان انتوا تسلقوها او تحطوها في ميه. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم ان انتوا تشتركوا في القناه، عشان كوكا ختمتها بالعياط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.